أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم ضيف الأجواء. ضيفنا اليوم هو شاب جزائري عمل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو تم تداوله وهو يغني في شوارع العاصمة بدون مؤثرات صوتية وبصوت رائع. هذا الفيديو حقق الآلاف من المشاهدات ولقب بالموهبة الضائعة. ما نطولوش عليكم، نروحوا نشوفوا هذا الفيديو، نتعرفوا على الضيف تاعنا ونرجعوا لكم. في ليلة عرسنا كنت نخمي لك غير ما تمشيش عليا سمي ولدك عليا عطيس خويا عطيس نهار نموت صوروا لي قبري قولوا لي مات يكون زعلت الكبري ونهار نموت صوروا لي قبري قولوا لي حنجرة ذهبية وصوت رائع لشاب لم تأتيه الفرصة ليشهر بموهبته، وها هو الآن من متصدرين التوندونس في الجزائر بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية الراي التي أطلقها في ليلة عرسك نجي نغني لك. في ليلة عرسنا كنت نخمي لك غير ما تمشيش عليا سمي ولدك عليا عطيس خويا عطيس نهار نموت صوروا لي قبري قولوا لي مات يكون زعلت الكبري ونهار نموت صوروا لي قبري قولوا لي مات يكون زعلت الكبري صاي كنت القلبي فاس نسيت تعشق صاي براكب ديرك واش والسحاب ويا فارق الحياة. جليل طيبي نستضيفه اليوم في حصة ضيف الأجواء للتعرف عليه أكثر والتعرف على مشاريعه المستقبلية. فمرحبا بك جليل في قناة الأجواء. يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيامة تبراش من بعدك كشفت انا فرح لي ما جربش يدراش. يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيامة تبراش من بعدك ما شفت انا فرح لي ما جربش يدراش. إذا العودة من التقرير، وشفتوا شكون اللي راهو معنا اليوم. راهو معنا الفنان الشاب جليل طيبي. إذا جليل مرحبا بك في قناة الأجواء. مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا آمين. مرحبا بك. معنا ضيف آخر اليوم، هو يعني يعزف على آلة الجيتار، وكان مع جليل لما يعني تم تداول هذاك الفيديو تاعو. حسين بن بوستا، مرحبا بك في قناة الأجواء. جليل، إذا قبل كل شيء اللي ما يعرفكش لازم يعرفك، والناس قال لازم تعرف شكون هذا جليل. إذا من هو جليل طيبي؟ جليل طيبي شاب جزائري في عمري 20 سنة. نحب الموسيقى وبديت الموسيقى صغير. شكرا جليل. يعني جليل قبل الشهرة، قبل الضجة يعني اللي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش كانت حياة جليل؟ وشنو الشيء اللي تغير في حياة جليل بكري؟ كيفاش كان جليل؟ اسكو كنت تغني يعني؟ كنت في عمري 14 سنة، كنت نغني. بعد ولاد حومة كانوا ولاد حومة يقولوا لي بلي عندك صوت شباب. بعد بديت نخدم العراس هكذا شوية شوية، نشوف يديروا عرس في الحومة نروح نبدا نغني، نشوف عباد عندهم قيطار نغني معاهم شوية 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 رانا معاها. الله يبارك. إذا جليل أغنية في شوارع العاصمة مع بعض الشباب، آلة موسيقية اللي هي الجيتار، عملت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. تقدر تحكي لنا على هذا الفيديو، كيف تم تداوله، كيف جاتك يعني كيفاش حتى رحت وغنيت هذيك الأغنية؟ آمين. احنا كنا جايزين في أوضة، من بعد تلاقيت بخويا حسينو، بدينا نغنوا هذه الأغنية في ليلة عرسك مريحين تلمو. بعد بدا يجي الجمهور، بعد درونا في كي غنيت يجو درنا واحد في تيك توك. كي درني في تيك توك بعد بدات كل واحد يبارطاجي منا بعد حتى لقينا روحنا هكذا.
جليل، صحيح أن صوتك كان رائع والأغنية كانت في القمة، يعني كلمات جميلة وكل شيء، لكن كاين واحد لفت الانتباه وعمل ضجة أيضا كما نتايا، هو مول القميص الوردي، يعني ضجة الغوز. وش حكاية هذاك حكايته حكايه، كان متاثر هو كان متاثر تسمع له بها. بيلي رانا لنا ثاني مول قمجه ديك اصليته. جليل، بعد انتشار هذا الفيديو وعمل ضجة كبيرة، كيفاش كانت ردة الفعل تاع أصدقائك والأقرباء اللي كانوا ليك؟ والله غير فرحوا لي بزاف، اتصلوا بيا بزاف عباد، ونشكرهم كاع اللي اتصلوا بيا واللي راهم واقفين معايا تما، ولاد بلادي بيان سور. ربي يحفظكم ليا، وان شاء الله نخدموا في الشابين وتعجب بيبليك ان شاء الله. بعدها جليل قررت تسجل سينجل لهذه الأغنية. كيفاش جاتك الفكرة باش تسجل سينجل لهذه الأغنية؟ هل اتصلوا بك؟ هل انت يعني مع نفسك قررت تقدم الى يعني استوديو وتسجل هذه الاغنيه؟ كان كي طلقت الاغنيه تاعي تاع فريلة عرسك، كاين واحد وليد حومه عرفني بواحد الماناجر. هذا الماناجر هو اللي ورا لي تما توفيق دودو، ديديكاس لتوفيق دودو تما، هو اللي ورا لي الماناجر، هو اللي ورا لي لطفي ايادي هرموني وميطو، ديديكاس ليهم، تحيه ليهم. هما اللي ورا ليهم. بعد درنا اغنيه فريلة عرسك، سجلناها، وبعد سجلناها من الساعه تاع عشيه حتى 3 تاع الصباح نسجلوا فيها، خرجت من الاستوديو 3 تاع الصباح. نعم. بعد خروج الاغنيه كانت الاولى في الطونطونس في الجزائر، تقريبا الان 3 ملايين مشاهده. وشنو تعليقك على النجاح الكبير اللي حققته هذه الاغنيه؟ والله صافي بليزير، وراني فرحان بزاف باسكو وقفوا معايا ولاد بلادي، هما اللي عاونوني بهم، اللي تما راني لهنايا، ونشكر كاع اللي راهم واقفين معايا ونحبكم كاع. صراحه كنت تستنى نجاح هذه الاغنيه بهذا الشكل؟ والله ما كنت نستناها، باسكو هذه اغنيه نهار كملت انا كتبت في هذيك ليله عرسك، كان معاوني فيها واحد اسمه شاب النوزي، اسمه في عين طايه، تحيه ليه، هو اللي عاوني فيها. وكي غنيت انا في اودا فهمتني كيفاش غنيتها بواحد الاحساس يا اخو. علاش الاحساس غنيتها هكذاك؟ باسكو كان معايا مول قمجه الغوز يا اخو. هو اللي عطاني تما الطاقه يا جليل. ما قصه هذه الاغنيه؟ هل هي يعني قصه حقيقيه؟ هل انت اللي كتبتها؟ حبينا نعرف الاغنيه هذه اللي عملت نجاح كبير، يعني في الكلمات اكيد ادائك كان رائع، صوت جميل، لكن حبينا نعرف قصه هذه الاغنيه. هل هي اغنيه يعني انت كتبتها؟ لا، هذه الاغنيه تسمى شلايبه اللي يقولوا لك يحكوا لك قصه تاعهم، ولي تقيسني انا تسمى اللي تعجبني نكتبوا عليها ونديروا عليها اغنيه، ومازال كان جديد ان شاء الله. العازف تاع هذه الاغنيه في ساحه اودانك راهو معنا اليوم، حسين بن بوستا، يعني كنت حاضر في هذا الفيديو. كيفاش يعني اولا عرف نفسك، وما هي علاقتك مع جليل طيبي؟ انا شاب جزائري في عمر 20 سنه، عازف الجيتار، وكنا قاعدين كما قلت باش تلاقيت انا وجليل طيبي باش تعرفت عليه. كنا قاعدين كنا نضربوا الجيتار في ساحه اودان. تعرفت عليه؟ صح، اودان كان يوم تعرف تاعك به مع جليل في ساحه اودان. والله كان جايز هو وفاميلتو، وبعد سمعنا قدامنا قال لي لا معليش تما. قلت له بك بليزير خويا العزيز غني، وكما كان الحال غنى وما شاء الله، الله يبارك، صوته مؤثر جدا. الله يبارك عليه، وما شاء الله تروح لبعيد خويا جليل. حسينو، بما ان يعني انت كنت حاضر في هذاك الفيديو، بنت في الفيديو، ما هو تعليقك يعني ولا ردة فعلك بعد ما شتو انتشر بتلك السرعه ودار هذاك الاداء؟ يعني كي حطنا والدها كاع حطنا في تيك توك، قال لي جليل طيبي، ومن بعد من تما شغل كي غنى هذيك الاغنيه قلت له تما ماذا بك نقعدوا نكونطاكت كدا معايا كيما كان الحال، ولينا نتلاقاو. ومن بعد قال لي تما تبارطاجا الفيديو. قلت له قدامنا. من بعد كي شفتو انايا فرحت له بالبزاف، ومن بعد شفت روحي يا ودي خلاص. بدنا نستغلوا الفرصه جالين، نعود ليك نستغلوا الفرصه يعني اللي راك معنا فيها اليوم، ومع العازف اللي كان معك في ساحه اودان، باش نستمتعوا احنا والمشاهدين الكرام بصوتك الجميل في اغنيه هديه في ليله عرسك نجي نغني لك. ماذا بك نسمعوا مقطع من هذه الاغنيه؟ لا 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 لا
تبكيش عليا سمي ولدك عليا في ليلة عرسان جي نغني لك غير ما تبكيش عليا سمي ولدك عليا ونهار نموت صوروا لها قبري قولوا لها مات لي كنت علي تتكبري صاي قلت لقلبي فات مات ما تزيد تعشق صاي بركاك دير الكوراج وانساها ولا فارق الحياة صاي قلت لقلبي فات مات ما تزيد تعشق صاي بركاك كيد قلبي لحنين على فراغك زين. خص فيها مول احمد جلغوز يا اخو باش نتاثر انا ثاني. بارك الله فيك. الله يحفظك خويا. في القمه يعني اداء رائع ايضا من الجيتاريست، تستاهل كل ما راك يعني تعيشه الان يعني من شهره، لانك يعني صوت ما شاء الله. الله يحفظك. جليل قل لي، من هو قدوتك في الراي في الجزائر؟ قدوة تاعي شو كاين 3، كاين حسني نصرو وعاقل. بارك الله فيك. وشكون اللي كثير اللي تسمعوا بزاف؟ نصرو عاقل اسمعهم بزاف. صح، معليش حنا كي نسمعوا صوت كيما هذا ما نقدرش يعني نكتفي بأغنية واحدة فقط. نتمنى يعني لو كان زيد تعطينا مقطع من يعني أغنية من اختيارك، يعني من القدوة تاعك. حرام بس سالوني عليها جيبوا لي اخبارها، لا راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازالها تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكولهاش راه صاري فيا ملي نبكي كي نتوحشها. شيرة ولات لي سيطادير تبغيني سي با باسكو شفيتها ومازال عشقك في البال ننساك محال ياللي نسيتينا ويلا طوالت العمر وتحكمت الأقدار بالك اش نهار جيت تغسي عليا. بدون تعليق جليل، حقيقة متعة متعة متعة، صوتك رائع جدا. يعطيك الصحة. جليل، بما أننا خرجنا يعني من ستيلك الخاص وغنيت لنا أغنية قديمة لفنان رحمه الله، يعني فنان الله يرحمه الله بصوت رائع أيضا، الشاب عقيل الله يرحمه، نستغل الفرصة نسقسيك بكل صراحة جليل، ما رأيك في الراي في الجزائر وفنانين الراي بكل صراحة؟ أنا مذهبي إن شاء الله يبدلوا الستيل ديالهم، إن شاء الله يدخلوا للراي نقي باش تسقم بلادنا، تسقم عفايس بزاف، باسكو دوك لا فامي ملوش يسمعوا كاع الغناء، فاهم؟ ماذا بيا يكون يبدلوا الستيل يروحوا كلام نقي كيما حسني عاقل نصر الهند القديم، فهمتني كيفاش؟ هادو واش غنقول لك. ومع من يتمنى جليل ربما في يوم يدير ديو ثنائي مع شاب نصر بينسى حلم تاعك هذا؟ الحلم تاعي مع شاب نصر ان شاء الله. لما لا تستاهل كل خير. جليل، استغلوا الفرصة راك معنا ثاني نسقسوك والمتتبعين، يعني هذا السؤال كاع راهم يسقسوا فيه بعد النجاح الكبير اللي قدمته في أغنية ليلة عرسك، عفوا نجي نغني لك. ما هي المشاريع المستقبلية لجليل طيبي؟ هل راك تحضر لأغاني جديدة، ربما ألبوم أو ضمان؟ ان شاء الله يجي اغنيه انا وميطو، تحيه ليه ارموني لطفي ايادي وتوفيق دودو الماناجر ديالي، يجي ان شاء الله شونسون، ان شاء الله تجي شونسون معاه وان شاء الله تعجب كاع البيبليك ان شاء الله تجي كما الاول ان شاء الله. عندك عنوان تقوله لنا؟ عندك اش حاجه خليها تقولها لنا؟ خليها مفاجاه. خلوها مفاجاه. ربي يوفقك ان شاء الله جليل. يعني حتى وان سالتك وقلت لي حلمي نغني مع شاب مصر، ربما لديك حلم اكبر، حلم على مستوى الشخصي، يعني ماشي نهضروا على ثنائي ولا اغنيه مع فنان اخر، ولا حلم كبير بالك يتمناه شاب جليل طيب. الحلم ديالي ان شاء الله يفرحوا بيا والديا ويرضوا عليا انا. بارك الله فيك جليل طيبي.
إذا خلوا لك كلمة أخيرة تقولها للجماهير تاعك. نشكر كاع البيبليك اللي راه واقف معايا بيان سور، ونشكر خوتي اللي راهم واقفين معايا، خويا احمد بيان سور، خويا عبد الله، خويا حسينو، خويا فؤاد، اختي ايسو، وخويا شوقي بيان سور، خويا اسلام منساش، تاع التيك توك اللي وقف معايا والي بيان سور. شكرا جزيلا لك جليل طيبي، كن ضيف حصة ضيف الأجواء إذا مع أخونا أيضا حسين بوبو ستة. خلوا لك كلمة أخيرة حسين. كلمة الأخيرة نشكر اللي وقفوا مع خويا جليل واللي وقفوا مع بينسر، ونشكركم نتوما مادام عرفتوا معايا كيما قال لك واش قال جليل سي كيف هذا معنا. شكرا جزيلا حسين بن ستة جيتاريست إذا عازف على آلة الجيتار. شكرا جزيلا جليل طيبي الفنان الشاب، بالتوفيق في مشوارك الفني. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقتنا لنهار اليوم من حصة ضيف الأجواء، وإلى عدد مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.